ازيكم حبايب قلبي؟ ان شاء الله النهارده بقى هنعمل احلى بيتزا ايطالي في منتهى الجمال، وهنسهل على بعض كل حاجه النهارده. يلا نسمي بالله كده اهوت ونشوف الجمال ده اتعمل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مستخدمه كوبايتين من عصير الطماطم، وطبعا معلقه من الثوم المفروم، ومعلقه من الفلفل الاحمر، وطبعا البهارات. وحاطه طبعا ما تنسوش رشه من الزعتر، ورشه من الفلفل الاسمر، ورشه من الكمون، ورشه من الملح، ورشه من بابريكا، ومعلقتين كبار من الزيت. كل ده على البارد تدي غليان. وهروح حاطة عليها رشة من السكر، دقيقتين واقفل عليها. تعالوا بقى نعمل ايه الشاورما الجميلة ديت. انا حاطة طبعا حبة من الزيت، يعني معلقتين كبار من الزيت. وهنزل طبعا بالفيل اللي انا مقطعه قطع صغيرة زي ما انتوا شايفين اهو، تديله صدمة. وبعد كده احط بقى رشة من البهارات اللي الفراخ، ورشة من بابريكا، ورشة طبعا من الملح والفلفل الاسمر زي ما انتوا شايفين اهو. هقلب كل الكلام الجميل دوت. وما ننساش طبعا ايه رشة من الثوم الكيف. تمام أوي كده اهوت. وانزل عليهم بجريان من البصل، بصلتين من الكبار، واحط عليهم معلقة من الخل. اشوحهم كده اهوت، وانزل عليها بقى بكمية من الايه، من الفلفل الحامي طبعا واختياري، وفلفل الوان. طبعا انا مش هسويه، هديله بس غلوة كده واقفل عليه. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله عليه هي. ادي طبعا نص البيض، وعملنا طبعا الشاورما. كل ده طبعا على البارد عشان ما ينزلش على العجين ايه وهو سخن. تعالوا بقى نعمل ايه العجينة البيتزا. طبعا سهلة خالص وبسيطة ومتوفرة في البيت. أنا مستخدمة كيلو من الدقيق، وباكو من الخميرة الفورية، ورشة من الملح، ورشة من الإيه، ورشة من السكر. تمام أوي كده اهوت. وانزل عليهم بالمية الدافية حسب احتياج العجينة ما تاخد معايا. تمام أوي كده اهوت. وآخر حاجة هنزل عليها بمعلقتين من زيت الزيتون. لو مش متوفر عندك عادي، مش هنقف على أي حاجة، حطي زيت عادي. زي ما انتوا شايفين العجينة اهيت. انا طبعا عاملاها عجينة لينة جدا عشان تبقى اللقمة طرية، بس في نفس الوقت ما بتلزقش. تمام اوي كده اهوت. انا هقطعها طبعا حسب الصينية ما تاخد معايا، نخليها كده وسط زي ما انتوا شايفين. دهنا طبعا الطبق زيت بسيط، واقطعها اهيت واسيبها ايه تخمر وترتاح في نفس الوقت. تمام اوي كده اهوت. تمام. بتاخد في الجو دوت 10 دقايق. زي ما احنا شايفين ما شاء الله عليها، ريحت اهيت واختمرت معايا. انا طبعا هدهنها دهنة بسيطة جدا من الزيت زي ما انتوا شايفين اهوت. انا مولعه الفرن طبعا مسبقا على 180، ما بتاخدش اي حاجه. زي ما انتوا شايفين اهوت. اعمل بقى حروف كده اهوت، اضغط عليه عشان اعمل حرف البيتزا بتاعتي. وانزل طبعا بالصوص اهوت. كل ده طبعا على البارد، بردت خالص معايا. زي ما انتوا شايفين اهوت ما شاء الله عليها. احط طبعا عندي ميكس جبن، المتوفر عندك حطيه. تمام اوي كده اهوت. واحط طبعا جبنه موزاريلا هي قبل، طبعا كل ده قبل ما احط الحشو، عشان انا عايزاها كده مططة وجميلة. هنزل بقى بالحشو الجميل اللي انا عاملاه دوت. الله على ريحتها جميلة تحفة ما شاء الله عليها. تمام اوي كده. تمام. هحط طبعا كمية من الزيتون اللي انا مخليه في البيت، ما اشتريتش زيتون من بره اهوت زي ما انتوا شايفين. تمام اوي كده اهوت. وانزل برضو عليها بكمية من الجبن طبعا اللي هي ايه، الميكس جبن، جبن الموزاريلا برضو عليها. وادخلها بقى في الفرن كده اهوت. طبعا قلت لكم مولعه الفرن مسبقا عشان ايه، مش عايزه الايه اللقمه تنشف معايا. تمام. او زي ما انتوا شايفين ما شاء الله عليها تحفه. وريحتها برضو مش قادره اقول لكم عليها. الله عليها، طريه جدا، حلوه، والجبنه فيها مطاطه وهوريها لكم دلوقتي. تعالوا بس نقطعها كده اهو. ما خدناش من وقت ولا اي حاجه، سهلنا على بعض كل حاجه النهارده. شايفين جميله ازاي، تحفه. شايفين اللقمه طريه ازاي، الله عليها، جميلة جدا. مش قادرة اقاوم بصراحة اما ادوق. تحفة ما شاء الله عليها. شوفوا طرية ازاي. طلع قطعة تاني، بس الجبنة فيها جميلة ازاي، الله عليها. تعالوا بقى نقطع التانية كده برضو. ما شاء الله عليها. شايفين جميلة جدا. يلا بقى يا حبايب قلبي، جربوا قولوا لي ايه رايكم. ولو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوناش بقى في الشير واللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلكوا كل جديد. واشوفكم ان شاء الله على غير الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ازيكم حبايب قلبي؟ ان شاء الله النهارده بقى هنعمل احلى